ده الجزء الخاص بنا بقى في مطالبنا. اما من ناحيه مرضه وشفاه فهذه قضيه انسانيه بحته، نسال الله عز وجل له العافيه. يعني حضرتك بتقول ان التلغراف ده كان من باب الاصول والواجب طبعاً وفقط، ملوش طبعاً. اي مغزى سياسي؟ لا لا لا، انا بتكلم بس هي ما حصلتش قبل كده برضه. معلش، هذا طبعي وهذه اخلاقي واخلاق جماعه الاخوان المسلمين على فكره. لا يعني الرئيس قبل كده سافر في رحلات علاجيه ولم بس ما كانش ولم يرسل له لا المرشد. ما كانش الحاله حرجه، ما كانش الحاله حرجه بالشكل اللي احنا شفناه. يعني عمليه جراحيه مش بسيطه، والامر كان فعلا مصدر قلق لكل الناس. لكن حته ثانيه الاهم، حبنا لهذا الموقع وهذا المكان واحترامنا له، لان مصر كلها تحرص على ان رئيسها يبقى شخصيه محترمه، شخصيه اب لكل المصريين. نطالب بان احنا ياخد المصريين حقهم من ابيهم. ابنائه اللي مرميين في السجون دلوقتي بتهم يعلم تماما انها ظالمه. نتمنى ان الاب حسني مبارك ينظر الى ابنائه المسجونين الذين ظلمهم اجهزته التنفيذيه وبعض الاجهزه الامنيه، لانه لابد ان يرفع هذا الظلم عنهم. انما